هل عائشة موثوقة؟ عائشة هل يمكن الوثوق بأحاديثها أصلا؟ كيف يمكن أن نثق بحديث امرأة هي تصرح والمخالفون ينقلون بأنها تكذب، ومو تكذب على إنسان عادي، تكذب على رسول الله سيد الأولين والآخرين ولا تخاف العقاب. اقرأوا وطالعوا أحاديث المغافير، هنالك حديث مشهور يرويه المخالفون، حديث المغافير، وشوفوا كيف أن عائشة بنفسها تعترف بأنها كذبت على رسول الله. كان رسول الله يتناول العسل عند زوجته زينب بنت جحش، كانت عائشة تغار فتقول لرسول الله: إني أشم منك رائحة مغافير. مغافير مادة كانت حلوة المذاق آنذاك، ولكن رائحتها كريهة جدا، وهي تعلم أنه رسول الله كان يأكل العسل أو يتناول العسل عند زينب بنت جحش. هي بنفسها تقول فواطأت أنا وحفصة، أنا وياها تآمرنا على أنه أيتنا دخل عليها رسول الله فلتقل له إني أشم منك رائحة مغافير، حتى رسول الله يتأذى ولا يذهب عند زوجته الأخرى ولا يتناول منها ذلك العسل. فإذا كانت هنالك امرأة مستعدة لأن تكذب حتى على رسول الله، فكيف نحن نصدقها أو نتصور أنها لا يمكن أن تكذب علينا؟ نحن من حتى لا تكذب علينا عائشة؟ كيف نثق بحديث عائشة والمخالفون بأنفسهم يرون أن رسول الله وصفها بأنها رأس الكفر، مو كفر فقط، رأس الكفر، زعيمة الكفر، ووصفها بأنها قرن الشيطان. لاحظوا الرواية وبالمصدر بالجزء بالصفحة كعادتنا، حتى واحد مخالف بعد لا يأتي ويقول أنتم تكذبون. روى أحمد في مسنده، إمام الحنابلة المذهب الحنبلي هذا المعروف، مذهب الوهابية، هذا إمامكم، شوفوا شنو يروي عن عائشة حتى تكفرون بإمامكم يمكن يوم من الأيام. روى أحمد في مسنده الجزء الثاني الصفحة 23 عن ابن عمر، الرواية هم عن واحد من أحبائكم، مو عن الحسن والحسين، مو عن سلمان، مو عن المقداد، لا عن ابن عمر ابن الخطاب عبد الله بن عمر. شوفوا شو يقول ابن عمر، قال: خرج رسول الله من بيت عائشة فقال: رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان.